واحدة بتقول جوزي اتنقل من شغل لشغل تاني جديد في منطقة بعيدة، فاضطرينا ننقل بيت قريب من الشغل الجديد، وهناك اتعرف على الرجالة اللي معاه في الشغل وعرف انهم كلهم عايشين في بيت لوحدهم، وان كمان مراتاتهم في محافظات تانية بعيدة عنهم. فجوزي حب يكسب فيهم ثواب لان قلبه طيب، والبي ساعتها قرر يعزمهم عندنا كل 3 ايام على الغدا، والموضوع استمر لمدة 4 شهور. وانا طبعا مش محتاجة اقولكوا راحتي ونفسيتي كانوا عاملين ازاي. الموضوع يبان جميل، بس مش كل 3 ايام يعني هعمل وليمة. ففكرت اعمل حاجة تكسفهم وتخليهم ما يجوش عندنا تاني، وساعتها جبت كمية اندومي كبيرة تكفي كتيبة كاملة وعملتها في حلة كبيرة وغطيتها ومرضتش اقول لجوزي انا هعمل غدا ايه النهارده. كان تفكيري ساعتها ان هم لما يشوفوا كده يقولوا ان الراجل فلوسه خلصت، واستنيت اول ما الكل اتجمع وطلبت من جوزي يجي المطبخ وقلت له خد الحلة بسرعة قبل ما يبرد الاكل علشان ما يبصش فيها ايه. وفضلت مستنية في الأوضة يجي متضايق ويتكسف ويحس بيا، بس لقيته داخل عليا وهو فرحان بطريقة مستفزة. ساعتها سمعت واحد من اللي بره وهو بيقول يا جماعة انا بقالي شهرين نفسي في اندومي ومكسوف اقول. لا وجوزي بيقول اصحابي فرحوا قوي وحبوا الاندومي وبيقول لك المرة الجاية ابقي هاتي اندومي بالشطة. انا هنا خلاص اتصدمت ويلا انا لازم اروح علشان زمانهم على وصول.